بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. هنبتدي بالصلاة الربانية ونصلي بالمزمور اللي علينا حفظ السنة دي، ومع التكرار هيتحفظ. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك يا رب بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مزمور 130. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت تراقب الآثام يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا. أول درس عندنا في المنهج هو عقيدة، بيتكلم عن سر التجسد. سر التجسد، أو هنقول عليه سر التجسد الإلهي. هنتكلم عن معنى التجسد، وأسباب التجسد، ومواصفات الفادي والتجسد، وطبيعة الله، ونبوات العهد القديم عن التجسد، وبركات التجسد، وماذا نفعل لنستحق بركات التجسد. هنتكلم عن أول حاجة، إيه معنى التجسد الإلهي. طبعا أول ما يجي في بالنا كلمة التجسد الإلهي يعني الله أخذ جسد وصار إنسانا. الله ظهر في الجسد، أخذ الله صورة الإنسان واتحد اللاهوت بالناسوت. هل يستحيل على الله شيء؟ أكيد لأ. الله يستطيع أن يفعل كل شيء، فهو يقدر أن هو ياخد جسد إنسان، لأن هو خالق أصلا، ويقدر أن هو يصنع لنفسه جسد ويحل في وسطنا. عبر بولس الرسول عن ذلك قائلا: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طيب ايه اسباب التجسد؟ ليه ربنا يعمل كده؟ اكيد في سبب كبير. لما خالف ادم وصية ربنا واخطأ في حق الله، الله غير المحدود، فاتحكم عليه بالموت، فكان لابد من تنفيذ حكم الموت، واصبحت طبيعة الانسان مشبعة بالخطية، والخطية لا تتفق مع صلاح الله، لأن الله قدوس بار بلا خطية. الله بار قدوس، والله خلق الإنسان في البداية على صورة الله، وصورته في البر والقداسة والطهارة. فلما دخلت الخطية للإنسان، أصبح الإنسان فيه فساد، وفيه خطية، وفيه فكر شرير. فالتوبة لا تصلح ولا تكفي لخلاص الإنسان من الخطية، وبتعجز عن أن ترجع البشر إلى طبيعتهم اللي فسدت بسبب الخطية. عشان كده كان لازم أمرا محتوما أن يخلص الله الإنسان من تيار الفساد الذي صار فيه، اللي هو تيار الخطية، لأن الخطية ابتدت في فكر الإنسان، وابتدى الشر يزيد بالوقت، وابتدى الإنسان يقع في خطايا كتير. أخذ الله صورة الإنسان واتحد اللاهوت بالناسوت، فحملت العذراء مريم في بطنها غير المحدود، الله غير المحدود والأزلي الأبدي، صار له تاريخ ميلاد، وصار في الهيئة كإنسان. من بداية التجسد أصبح لله الكلمة بداية في بطن العذراء، اللي هي بداية التجسد. وعبر الوحي الإلهي عن سر التجسد على لسان بولس الرسول قائلا: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لأن الإنسان ما كانش شاف الله خالص قبل التجسد، لا يستطيع إنسان أن يرى الله، إنما إحنا شفناه بتجسد الله الكلمة، تجسد المسيح، الأقنوم التاني اللي هو أقنوم الابن المولود من الآب، ولادة روحية كولادة النور من النور. فإحنا شفنا الله من خلال تجسد السيد المسيح.
مواصفات الفادي. مين اللي هيفدي الإنسان وتنطبق عليه المواصفات والشروط اللي هنقولها دلوقتي؟ لازم يكون طاهر قدوس بلا خطية، لازم يكون قدرته غير محدودة، ويكون إنسان، ويكون إله، ويموت بإرادته، وحي أبدي. تعالوا نفسر كل صفة لوحدها. أول حاجة، طاهر قدوس بلا خطية. مفيش حد كإنسان يعني بلا خطية. كل الناس، كل البشر عندهم خطايا كتير بسبب الخطية الأولى اللي ابتدت في فكر الإنسان وابتدت في عصيان الله، ومنها زادت الخطايا. فلا أحد بلا خطية إلا الله وحده، فبذلك هو الوحيد الذي باتحاده بالإنسان يقدسه، يعني يطهره من الخطية. فالكل قد زاغوا معا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. داود النبي قالها في مزمور 14. أما سيد المسيح فهو الطاهر القدوس بلا خطية. قال عن نفسه لليهود لما كان واقف وسطهم، قال لهم: من منكم يبكتني على خطية. ما قدرش اليهود يمسكوله على غلطة واحدة بس. برضو في بشارة الملاك للعذراء، لما جه الملاك قال للعذراء: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فكلمة القدوس هنا بمعنى الطاهر الذي بلا خطية. فإذا أول صفة عندي من صفات الفادي أو من مواصفات الفادي هو طاهر قدوس بلا خطية، ودي تنطبق على السيد المسيح فقط، هو الطاهر والقدوس وبلا خطية. تاني شرط، يكون إله. ليه يكون إله؟ لأن المخلص كلمة الله الذي خلق الإنسان، وبذلك يكون هو القادر على تجديد طبيعته. يعني الله هو اللي خلق الإنسان، وهو عارف كويس قوي طبيعته، وهو الوحيد اللي يقدر يجدده ويجدد طبيعته تاني بعد ما فسدت. فما فيش حد يقدر إن هو يجدد طبيعة الإنسان غير الله. فلذلك شرط أساسي إن المخلص لازم يكون الله. وأشعياء قال: أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري، إله بار ومخلص ليس سواي. الله بيعلن في أشعياء إن هو فقط اللي هيكون مخلص، مفيش غيره هيكون مخلص للإنسان. تاني شرط، لازم يكون قدرته غير محدودة. قدرته غير محدودة. ليه؟ يجب أن يكون غير محدود لتكون قدرته كافية لأداء ما على البشرية جميعا من ديون. علشان خطية آدم في عصيان الله كانت موجهة إلى الله الغير محدود، فأصبحت خطية آدم غير محدودة. فكان لازم اللي يوفي العقوبة ويكون فادي هو كمان غير محدود عشان يشيل الخطية الغير محدودة. فلكي يوفي العقوبة الغير محدودة للخطية الغير محدودة، ولا يوجد غير محدود إلا الله. لذلك كان ينبغي أن يقدم الله نفسه لعمل الكفارة بنفسه. طبعا كلمة كفارة يعني يكفر عن خطية الإنسان. رابع شرط إن هو يكون إنسان. ليه يكون إنسان؟ لأن الحكم الإلهي صدر ضد إنسان، لأن الغلط أصلا هو إنسان. فلا يمكن أن يقوم بمهمة الخلاص حيوان مثلا. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون الحيوان ثمنا لجريمة ارتكبها الإنسان في حق الله غير المحدود، وأجرته هي موت أبدي غير محدود. فما ينفعش الحيوان هو يشيل خطية الإنسان. إنما كان الحيوان زمان كان يقدم كذبيحة مجرد مسكنات وبداية العهد اللي ربنا بعد كده هيبتدي إن هو يعمله مع الإنسان بسفك دماء. كذلك لا يمكن أن يكون المخلص ملاك، لأن الملائكة محدودة وليس لها دم يسفك، ولأن كمان الملاك هو عبارة عن أجسام نورانية، فلا يمكن إن هم يوفوا العدل الإلهي، فضلا عن إنهم لم يشتركوا في الذنب مع الإنسان. الملائكة ما غلطتش، الملائكة ما عملتش حاجة عشان تشيل ذنب الإنسان. الإنسان هو اللي غلط، فلازم يجي إنسان هو اللي يشيل الخطية. فلا بد أن يتخذ الله جسدا ويصير إنسانا.
طب هل ينفع الملاك يتخذ جسدا ويصير إنسانا ويفضي الإنسان؟ طبعا هيكون لأ، لأن الملاك محدود، واحنا قلنا في الشرط اللي قبليه ان لازم اللي يشيل الخطية هو غير محدود، فلازم يكون الله، فالله وحده هو الغير محدود وهو اللي يستطيع ان هو يشيل خطية الانسان، فاضل بس ان هو يتجسد ويصير انسانا. خامس شرط هو يموت بإرادته. الله غير ظالم، الله غير ظالم، لأنه إذا قدم الله شخص يموت بغير إرادته هيكون ظالم، وحاشا طبعا إن الله يكون ظالم، فلازم هو يكون بإرادته. لذلك الله يسوع المسيح تجسد وبإرادته قدم نفسه وأسلم نفسه حتى الموت، ولازم كمان يكون حي أبدي. يجب أن يكون المخلص حي إلى الأبد، حي أبدي يعني حي إلى الأبد، اللي هو احنا قلنا أن الله أبدي أزلي، يعني ليس له بداية وليس له نهاية، اللي هي كلمة سرمدي، فهو ليس له نهاية. ليه؟ عشان يشفع وينوب عن الأحياء والأموات، لأن الذي يعجز عن القيامة من الأموات لا يستطيع أن يشفع في المؤمنين الأحياء، فلابد أن يكون حي أبدي. لتوفر الشروط اللي فاتت دي كلها جميعا في السيد المسيح الإله المتأنس غير المحدود والقدوس الحي القائم من الأموات، لذلك كان هو الحل الوحيد هو تجسد ابن الله الكلمة غير المحدود، ليقدم كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع الأجيال، لينوب عن الإنسان المحكوم عليه بالموت في دفع ثمن الخطية. لذلك كان تجسد الرب يسوع. تاني حاجة هنتكلم عن التجسد وطبيعة الله. هل التجسد جعل الله محدودا أو محصورا في الجسد؟ أكيد لا، استحالة بتجسد الله أن هو يصبح محصورا في الجسد، أو أنه يخلي السماء من وجوده لما نزل في بطن العذراء، فوجوده يملأ السماوات والأرض، كما أنه وهو في بطن العذراء بيملأ كل مكان. فالله روح، وكلمة الله اللي هو المسيح غير مادية بل أزلية. مش احنا قلنا ان هو سرمدي يعني أبدي أزلي، ليس له بداية وليس له نهاية. الوقت اللي اختاره الله وأخذ من العذراء مريم جسد وصار إنسانا، تجسد وتأنس، فهو الله المتجسد. زي ما قال لنا يوحنا في الإصحاح الأول: الكلمة صار جسدا وحل بيننا. السيد المسيح كما هو أزلي لا بداية له، فهو أبدي لا نهاية له، وقد أعلن عنه الملاك جبرائيل في بشارته للعذراء في لوقا 1: لا يكون لملكه نهاية. ده إثبات من الكتاب المقدس إن هو لا يكون لملكه نهاية، يعني أزلي لا بداية ولا نهاية له، أبدي أزلي. قال عنه دانيال النبي: سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. ونردد في قانون الإيمان الذي ليس لملكه انقضاء، يعني ملك الله ليس له نهاية، فالأزلية الأبدية اللي هي السرمدية لا يتصف بها غير الله وحده، وهذا يدل على أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أو هو الله المتأنس. نشوف دلوقتي نبوات العهد القديم عن التجسد. احنا قلنا في الكتاب المقدس المكون من العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن نبوات عن السيد المسيح من أول تجسده لحد صلبه وصعوده للسماء، وكمان حلول روح القدس وهكذا. النبوات اتحققت في العهد الجديد بميلاد السيد المسيح وتجسده. طب ايه هي النبوات دي؟ هنتكلم عن نبوات التجسد بس. فعندنا نبوة عن مجيء السيد المسيح من بيت يسى من نسل يعقوب، لما قال لنا في أشعياء: ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. وقال لنا نبوة تاني عن ولادة السيد المسيح من عذراء دائمة البتولية، يعني بمعنى عذراء بنت ما اتجوزتش، اللي هي العذراء مريم ما اتجوزتش لما خرجت من الهيكل. دائمة البتولية يعني هي بنت وفضلت بنت بتول على طول حتى بميلاد المسيح، لأن الله خرج من بطن العذراء بطريقة معجزية وفضلت هي عذراء على طول. النبوة بتقول في أشعياء
7:14 هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. كلمة عمانوئيل يعني الله معنا. في نبوة تاني عن أزلية السيد المسيح، فيعلمنا داود النبي أن المولود من السيدة العذراء بالجسد هو المولود من الآب قبل كل الدهور، فيقول ولصهيون يقال هذا الإنسان وهذا الإنسان ولد فيها وهي العلي يثبتها. يقصد طبعا الإنسان اللي هو يسوع المسيح، اللي هو الله المتجسد من بطن العذراء. طيب عايزين نشوف احنا أخدنا ايه من تجسد المسيح، يعني البركات اللي حلت علينا وكسبناها بتجسد المسيح. أول حاجة، عرفت البشرية شخص الآب السماوي ومدى حبه ليها ودعوته بالحياة المقدسة معه، لأن الإنسان أو البشرية كلها ما كانتش شافت الله غير لما شافت المسيح المتجسد وقدرت حبه لها. قد إيه ربنا بيحب الإنسان عشان يتنازل ويتواضع ويجي وياخد جسد ويفدينا، ودعوته بالحياة المقدسة معه، لأن حياة السيد المسيح على الأرض كانت مثال وقدوة للمثل الإنساني هو يعيش فيه حياة مقدسة دائمة مع الله. فالمسيح جه قدم لينا هذا المثل الإنساني. 2، أبطل الرب بجسده ناموس الموت وأعاد البشر إلى عدم الفساد. المسيح مات من أجلنا وشال خطية آدم ورجع البشر تاني إلى عدم فساد، وأعطانا طهارة وبر ونقاوة لفكرنا وأجسادنا. صار كفارة عن الجميع وأعطى البشرية الفداء، يعني كفر عن خطيتنا كلنا، شالها كلها اللي هي الخطية الأولى، وفدى الإنسان، أعطى البشرية الفداء وأصبحت خطية آدم مغفورة. أعطى الله لطبيعتنا روح القوة والغلبة على الشيطان بعد أن كانت ضعيفة ومقهورة بالخطية، لأن بسبب الخطية كان الإنسان تحت سيطرة الشيطان. فلما المسيح غلب الشيطان ادانا كمان طبيعتنا الإنسانية، ادانا روح القوة والغلبة على الشيطان. وده بيبان في صلاتنا لما بنقول في صلاة الشكر لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. 5، تم الصلح بين الله والبشرية وفتح لنا الفردوس وصار الإنسان هيكلا للروح القدس، لأن بعد طرد آدم وحواء من الفردوس الله أغلق الفردوس بملكين من معاهم سيفين من نار عشان ما يرجعوش تاني ويعيشوا في الجنة، لأنه أصبح عندهم فساد، فكان لازم يتطهروا الأول وبعد كده يرجعوا تاني للفردوس. فبتجسد المسيح وانتصاره على الشيطان حصل صلح ما بين الله والبشرية، رجعنا تاني لرتبتنا الأولى، فتح لينا الفردوس وسكن كمان فينا بحلول الروح القدس في الإنسان، وصار الإنسان هيكل للروح القدس. رجع آدم تاني للفردوس وبقى فيه فرح وسرور لكل البشر على الأرض والملائكة في السماوات. وده بيفكرنا بكلام الملائكة لما قال للرعاة وبشرهم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. 6، حل السلام على الأرض. ليه؟ لأن الله هو رئيس السلام ورسالته إنجيل السلام أو بشارة السلام، فحل السلام على الأرض، أصبح الناس ما بينهم وبين بعض يبقى فيه سلام. بالتجسد الإلهي صرنا شركاء للطبيعة الإلهية وأصبحنا أعضاء في جسد المسيح بحلول روح الله فينا، لأن احنا هيكل للروح القدس، فأصبحنا شركاء للطبيعة الإلهية. وزي ما هو قال لنا أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فأصبحنا إحنا أعضاء في جسد السيد المسيح. بالتجسد أصبحنا أولاد الله وليس عبيد لله، فمن محبته لينا إن هو قربنا ليه أكتر وخلانا أولاده. طيب في سؤال، ماذا نفعل لنستحق بركات التجسد؟ يعني نعمل إيه عشان نستحق كل البركات اللي ربنا إداها لنا دي؟ أول حاجة أن نحب الله لأنه أحبنا أولا، وبنعبر عن حبنا ده إن احنا نصلي، يكون في صلة ما بيننا وما بين الله، يكون في علاقة قوية ما بيننا وما بين الله، وإن يشترك جسدنا
والروح في تمجيد الله. يعني ايه يكون لينا علاقة بربنا؟ يعني ان احنا نكون على طول بنكلم ربنا باستمرار، نصحى الصبح نقف قدامه، يشترك الجسد والروح، نتعب شوية والله يستحق طبعا كل تعب وكل إكرام، نقف قدامه ونقول له صباح الخير يا رب، ونتكلم معاه ونقول له يا رب فلنبدأ بدءا حسنا، ونكون بداية كويسة لليوم، واحفظنا وابعد عننا يا رب كل فكر لا يرضي صلاحك، وحافظ علينا في هذا اليوم. مثلا رايحين المدرسة في باص أو ماشيين في طريقنا، أي وقت بنمجد ربنا ونكلمه، يكون ربنا باستمرار في تفكيرنا. أي عمل هنقوم بيه نرشم الصليب، نقول يا رب كن معانا وساعدنا، ما تسيبناش، بارك يا رب كل عمل، نجينا يا رب من أي شر. نيجي قبل الأكل نرشم الصليب ونشكر ربنا على نعمته اللي بيديها لنا، ونقبل أي أكل بيتقدم لنا ونشكر ربنا عليه. نتأمل في حياتنا عامة، هنلاقي بركات كتير في حياتنا ربنا اداها لنا. ما نبصش على اللي ناقص عندنا، لأن مفيش إنسان كامل، كل واحد عنده حاجة ناقصة في حياته. احنا نشوف الحاجة الحلوة اللي في حياتنا ونشكر ربنا عليها، وهو ربنا بيدينا حاجات كتير وبركات عظيمة كتير، ومن أجل الشكر بيزود أكتر. وبلاش نتذمر على أي حاجة، لو في أي حاجة مضايقانا بنشتكي ربنا، نقف نصلي ونطلب منه إن هو يرفع عننا الألم والتعب والحزن، أو يبين لينا إرادته ومحبته لينا، ونصلي ليه إن هو يبين لينا إرادته في أي حاجة بتواجهنا، إن كان في ضيق أو تعب أو مرض. ونطلب طبعا ربنا دايما إن هو يشفي كل مريض، ونطلب من أجل الآخرين. هي دي العلاقة المستمرة مع ربنا. واشتراك الجسد والروح في تمجيده، ان روحك دايما تفكيرك مع الله. اشتراك الجسد قلنا ان احنا نتعب جسدنا شوية، ان احنا نقف قدام ربنا، ربنا يستحق كل التمجيد وكل الإكرام. ولو انت اصلا مريض وتعبان، مفيش مشكلة ان انت لو قعدت وصليت ربنا بيقبل منك في كل وضع. نكرم الله بأعمالنا الحسنة، ولا نجدف على اسمه القدوس أو يجدف عليه بسببنا. احنا نكرم الله بالأعمال الحسنة بتاعتنا بسلوكنا. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ونخلي بالنا إن أي سلوك لينا مش سلوك كويس، ده بيتسبب في التجديف على اسم ربنا. يعني ببساطة اللي مثلا بيكذب هتلاقي الناس بتبصله على أساس هم دول أولاد الله. هل أولاد الله بيكذبوا أو بيحلفوا أو بيشتموا أو سلوكهم مش تمام؟ لا، هو المفروض إن أولاد ربنا هم زي ربنا بالظبط. المسيح ما كانش يصيح في الشوارع، ولا صوته بيطلع، ولا كان بيضايق حد، كان دايما عايش في سلام وعايش في حب وعايش في هدوء وعنده محبة لكل الناس. هي دي الصورة اللي المسيح عايزنا نكون فيها، ان احنا نتمثل بصورة ربنا على الارض عشان نكون اولاده ويتمجد اسم ربنا فينا. هي دي رسالتنا على الارض. تالت حاجة، نتضع لنتمثل بالسيد المسيح الذي اتضع وصار انسانا ليرفعنا. الله العظيم اتضع واخد صورة انسان، فما ينفعش الانسان يجي يتكبر امام الاخرين. فلو الله العظيم اتضع، هل انت يا انسان مش هتتضع؟ لا، احنا لازم يكون عندنا اتضاع وحب للآخرين. مهما كنت انت افضل من غيرك لازم تتضع وتتمثل بالمسيح. نفتح قلوبنا لوصايا الله ونعمل بها. هو قال لنا إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني الله بيحب اللي بيسمع كلامه دايما فاتح قلبه لوصاياه. وطبعا وصايا الله موجودة في الكتاب المقدس، فاللي يبقى عنده علاقة على طول بربنا وبيقرأ كلام ربنا في الكتاب المقدس ويحفظ وصاياه ويعمل بها. يعني المقصود هنا من كلمة الحفظ هو العمل بكلمة ربنا، ان انت على طول بتعمل بكل كلمة ربنا بيقولها لك. قالك اكرم اباك وامك، يكون فعلا في اكرام واحترام ومحبة. يقولك طوبى لصانعي السلام، تكون انسان بتحب السلام وتصنع سلام ما بين الاخرين. 5، يجب أن تكون أعضاؤنا مقدسة طاهرة وهيكلا للروح القدس.
لأن الله أخذ جسد إنسان وأصبح جسد الإنسان طاهر بحلول الله فيه، فهو جعل أعضائنا مقدسة وطاهرة. وأكتر كمان لما حل الروح القدس على الإنسان وأصبح الإنسان هيكل للروح القدس، فحاشا إن هيكل الروح القدس يصدر منه حاجة لا ترضي صلاح الله، زي الفكر الشرير، العمل الشرير، الشهوة الشريرة، أي أفكار نجسة، أي أعمال غير طاهرة لا تليق بمجد أولاد الله. 6. نتخذ المسيح مثالا لنا في كل تصرف كأولاد الله، يعني يكون المسيح بالنسبة لنا هو القدوة العظيمة اللي احنا بنعمل زيها بالظبط. هو عاش حياتنا وعمل كل حاجة احنا بنعملها، إنما كان المسيح لا يصيح ولا يرفع صوته في الشوارع، فإحنا لازم إن إحنا نسلك كأولاد الله، نجاهد ضد الخطية بالصلوات والأصوام والقراءات المقدسة. هو طبعا مفيش إنسان من غير خطية، وإحنا كلنا بنغلط كتير إن كان بالفكر أو بالفعل، بس ربنا إدانا إن إحنا لينا سلطان على الخطية، بنقدر نجاهد ضد الخطية ونقدر نغلب الشيطان بالصلاة، بعلاقتنا بربنا باستمرار، وبالأصوام لو قدرنا إن إحنا نصوم ونقدم لربنا محبة. القراءات المقدسة، نقرأ في الكتاب المقدس ونطيع وصايا الله ونعمل بيها. فكل إنسان ليه قدرة وإمكانيات يقدم بيها محبته لربنا. اللي يقدر يصوم بيصوم، اللي ما بيقدرش يصوم خلاص ما بيقدرش يصوم. 7. نشكر الله دائما من أجل نعمته وبركاته التي أخذناها بتجسده، يعني دايما نكون عندنا حياة شكر، نشكر ربنا في كل وقت. هو بيدينا نعم كتير وبركات كتير احنا خدناها بتجسده وبحياته معانا المستمر، فنشكره دايما على كل حال ومن أجل كل حال. 8. أن نعيش في فرح دائم. ليه نعيش في فرح دائم؟ عشان ربنا انتصر على الشيطان وانتصر على العالم، وأصبحنا إحنا منتصرين وفزنا بالحياة الأبدية وبقى لينا مكان في السماء. هل كل ده ما يستاهلش إن إحنا نفرح؟ لا، لازم نفرح وننبسط جدا إن السماء كلها بقت مفتوحة لينا وبقى لينا مكان مع ربنا وبقى لينا سلطان على الشيطان ونقدر ننتصر زي ما المسيح انتصر على الصليب. كده الدرس انتهى. في تطبيقات وممارسات عملية وروحية ده في كتاب المدرسي، أسئلة وإجابتها. أول سؤال، أكمل الآيات التالية. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. 2. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ 4. لإسرائيل يقال هذا الإنسان وهذا الإنسان ولد فيها. السؤال الثاني بيقول لقد تجسد الله الكلمة وفي تجسده هذا كل الحب. في ضوء ذلك وضح ما يلي. ما معنى التجسد الإلهي؟ يلا نفكر مع بعض من الشرح. ما معنى التجسد الإلهي؟ الإجابة: الله أخذ جسدا وصار الله صورة الإنسان واتحد اللاهوت بالناسوت. ب. لماذا تجسد الله الكلمة؟ نفكر مع بعض. ليه ربنا اتجسد؟ أيوة، الإجابة ليخلص الله الإنسان من الخطية والفساد وحكم الموت ويعيده إلى الفردوس. ج. أذكر بعض البركات التي حصلنا عليها بتجسد السيد المسيح له المجد. يلا نفكر بسرعة مع بعض. البركات اللي أنا خدتها بتجسد السيد المسيح: صار كفارة عن الجميع وأعطى البشرية الفداء، أعطى الله لطبيعتنا روح القوة والغلبة على الشيطان، تم الصلح بين الله والبشرية وفتح لنا الفردوس، صار الإنسان هيكلا للروح القدس، حل السلام على الأرض، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، أصبحنا أولاد الله. السؤال الثالث:
دبر الله لخلاص البشرية منذ اللحظة التي سقط فيها أبوينا الأوليين. ما هي مواصفات الفادي المخلص؟ فكر مع بعض، ايه هي مواصفات الفادي؟ الإجابة: طاهر قدوس بلا خطية، يكون إله، قدرته غير محدودة، يكون إنسان ويموت بإرادته، وحي أبدي. ب. أذكر بعض نبوات العهد القديم عن التجسد. عندنا نبوة عن مجيء السيد المسيح من بيت يسى من نسل يعقوب، ونبوة أخرى عن ولادة السيد المسيح من عذراء دائمة البتولية، لما قال لنا في أشعياء: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. في نبوة تاني عن أزلية السيد المسيح. سؤال نمرة 4: فسر كلا من العبارات التالية مسترشدا بالآيات المناسبة. إن التجسد رسالة سلام ومحبة. ليه التجسد رسالة سلام ومحبة؟ بتجسد السيد المسيح حل السلام على الأرض، لأنه رئيس السلام، ورسالته هي إنجيل السلام، وتعتبر كلمة إنجيل هي بشارة مفرحة، فأصبحت كلمة ربنا هي بشارة مفرحة كلها سلام ومحبة للإنسان. ولو نفتكر كمان في بشارة الملائكة للرعاة: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. رقم 2: إن التجسد لا يجعل الله محدودا. ليه التجسد لا يجعل الله محدودا؟ وجود الله يملأ السماوات والأرض، بتجسده لم يصبح محصورا في الجسد، لأن الله غير محدود، وهو في بطن العذراء يملأ كل مكان، فالله روح، وكلمة الله اللي هو المسيح غير مادية، لأنه أزلي أبدي لا بداية ولا نهاية له. زي بالظبط كده لو تخيلنا إن ضوء الشمس داخل جوه البيت بتاعنا والإزاز بتاعنا مقفول، هل ضوء الشمس اتحصر بره وما دخلش جوه البيت، ولا الضوء داخل برضو جوه البيت ومنور البيت كله؟ إذن هو غير محصور داخل البيت وغير محصور خارج البيت. ليه؟ لأن الضوء يعتبر من الخليقة، وربنا جعله إن هو ينفذ عبر الإزاز بتاعنا يدخل للبيت جوه. ده مثال صغير، حاشا طبعا إن يكون الله محدود، الله غير محدود وأعظم من كده بكتير جدا، بس ده مجرد مثال صغير عشان يوضح لينا. الهواء برضو اللي جوه الرئة عندنا، وفي نفس الوقت هو خارجنا وبيحيط بينا، هو متصل باستمرار، والنور اللي جوه البيت وخارج البيت هو متصل باستمرار. فالله غير محدود، هو في بطن العذراء وهو الله يملأ الكون كله في اتصال مستمر، فالتجسد لا يجعل الله محدودا. نمرة 5: وضح ماذا نفعل لنستحق بركات التجسد. نعمل ايه عشان نستحق البركات اللي ربنا اداها بتجسده؟ اول حاجة ان نحب الله لانه احبنا اولا. نعبر عن حبنا ده بايه؟ بالصلوات وبعلاقتنا بيه المستمر. ان نكرم الله باعمالنا الحسنة، ولا نجدف على اسمه القدوس او يجدف عليه بسببنا، يعني سلوكنا هو اللي بيحدد تمجيد اسم ربنا، عملنا الحسنة بتمجد اسم الله القدوس. أن نتضع لنتمثل بالسيد المسيح، لأن الكبرياء هي صفة من صفات الشيطان، فحاشا أن احنا يكون لينا صفة الشيطان. خلينا دايما نتمثل بالسيد المسيح كأولاد الله. 4: أن نفتح قلوبنا لوصايا الله ونعمل بها من خلال الكتاب المقدس. نقرأ الكتاب المقدس ونعيشه وننفذ كل وصية فيه، ونبقى احنا إنجيل معاش. يجب أن تكون أعضاؤنا مقدسة طاهرة وهيكلا للروح القدس، لأن الله جعل أجسادنا أجساد وأعضاء مقدسة وهيكل للروح القدس، فأنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيه، فحاشا إن الهيكل المقدس يبقى فيه أعمال شريرة، فيجب أن يكون دائما طاهر ومقدس. رقم 6: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام وبالناس المسرة. ماذا ينبغي أن نفعل لنحافظ على حلتنا الأولى التي أخذناها بالمعمودية؟ كلمة حلتنا الأولى دي اللي هو يقصد بيها حلتنا الأولى، يقصد بيها
تجديد طبيعتنا أو الجسد اللي احنا خدناه بالتجديد في المعمودية. يعني احنا لما اتعمدنا ربنا جدد خليقتنا وأصبحنا هيكل للروح القدس. فنعمل ايه عشان نحافظ على هيكل الروح القدس اللي احنا خدناه بالمعمودية؟ يجب أن تكون أعضائنا مقدسة طاهرة وهيكلا للروح القدس، أن نكرم الله بأعمالنا الحسنة ولا نجدف على اسمه القدوس أو يجدف عليه بسببنا. لماذا يجب علينا أن نعيش في فرح دائم؟ لأنه تم الصلح بين الله والبشرية، ورجع آدم إلى الفردوس، اتفتح لينا الفردوس، وصار الإنسان هيكل الروح القدس وأصبحنا أولاد الله. وبهذا تم الفرح والسرور لكل البشر على الأرض والملائكة في السماوات، وأصبح كمان للإنسان مكان في السماء في الأبدية، ولينا حياة أبدية مع الله. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا عن التجسد وخلصنا الأسئلة بتاعتنا، واشوفكم في درس جاي إن شاء الله، والمجد لله دائما أبدا آمين.